هما بيعملوا ايه هناك يا سيد؟ رش يا باشمهندس. بيرشوا ايه؟ رش الارض اللي هناك، الربع اللي هناك. هو اللي انا واكله يا سيد، نعم. اللي انا واكله منه ده فراوله من ناحيتي مش مرشوشه ولا مرشوشه هي كمان؟ مرشوش يا باشمهندس، بس احنا غسلنا الفراوله عادي، بجد توكلها على والله؟ الله يا باشمهندس، توكل. مرشوشه مبيدات؟ اه. اساسيات؟ لا مبدئ. مرشوشه النهارده؟ اه. اللي انا اكلت منها دلوقتي؟ تمام. توكل على الله يا باشمهندس، توكل على الله. طبعا اللي احنا شفناه ده كنا بنهزر وبنضحك بس عشان اوضح لكم بوينت معين. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا، كتير جدا بتخشوا في الرسائل تسألوني عليها. هنتكلم النهاردة بخصوص التصدير لأي حاصلات زراعية، وسبيسيفيك هنتكلم على الفراولة. لو احنا يا جماعة شغالين تصدير الفترة دي، سواء مزارعين أو ناس تكنيكال شغالة على محصول إن هي تظبط المتبقيات بتاعة المبيدات علشان المحصول ده يتصدر بطريقة سهلة ومبقاش فيه معاناة، يبقى لازم نتبع بعض التعليمات اللي انا هكلمكم عليها دي، نلتزم بيها علشان نقدر نصدر الحاجه دي من جوه مصر لبره مصر. الحاجات دي اهمها او ابسط حاجه فيها ان احنا نلتزم بالمبيدات المصرح بيها في قائمه التصدير للدوله اللي احنا بنصدرها بره مصر. دي اول واهم حاجه. تاني حاجة بنلتزم بيها إن أي مبيد بنرشه، سواء مبيد فطري زي ما حاليا ناس كتير بترش فطري علشان الأمطار والتقلبات بتاعة الجو دي بتعمل أعفان استمرار في الحباية، فبتحتاج فرز من العمالة وبتاخد وقت طويل، وطبعا ده ما بتعوضش للمزارع أو المستثمر بشكل أو بآخر من الجهة اللي واخدة منه في أغلب الأوقات يعني الزرع بتاعه. فلازم نلتزم بالبي اتش اي بتاع المبيد. البي اتش اي ده ممكن مثلا يوصل من 7 ل 9 ايام، هنقول 14 يوم. يلتزم بقى ان هو لو عنده كذا ماده فعاله وهو مقرب خلاص على الجمع، يعني المبيد ده مصرح باستخدامه، بس بي اتش اي بتاعه 14 يوم، اسبوعين. اي حد بيجمع فراوله مش هيستنى الاسبوعين، فهو يختار ماده فعاله لحد ما البي اتش اي بتاعها او فتره السماح بتاعتها تنتهي، يكون يومين ثلاثه. هينقي مبيد، معلش هيبقى غالي عليه شويه، بس الماده الفعاله تتكسر بشكل اسرع، فما ياخدش الوقت الطويل ده، او ان هو يضطر يجمع وفي متبقيات عنده عاليه. ثالث حاجه هنتكلم عليها بالنسبه للام ار ال بتاع اي ماده فعاله اللي جوه القايمه مش اللي بره القايمه، اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن معدل السميه المسموح به في الثمره نفسها، لازم يكون ملتزم بيه، لان الثمره دي بتتاخد وبتتحلل، سواء لو هي بتتحلل جوه مصر هتكون في معمل متبقيات المبيدات اللي هو في الدق اللي احنا عارفين تبع وزاره الزراعه. بيتحلل بيشوف معدل السميه، يعني الثمره دي من اول الموسم اترشت مثلا 4 أو 5 مواد فعاله. كل ماده فعاله معدل السميه بتاعها او الام ار ال بتاعها قد ايه؟ يعني مثلا ممكن ماده فعاله تبقى 0.04، لازم معدل السميه الموجود في الحبايه دي ما يزيدش ولا حتى 1/1000 عن المعدل المسموح بيه عشان تتصدر. وبيتم بقى التعاملات الطبيعيه بعد كده، سواء هي بتجهز الفراوله دي وتتصدر وهي مجهزه. فدي حاجات اساسيه جدا لازم نهتم بيها، لازم نلتزم بالتعليمات ديت. لو الناس دلوقتي اللي عندها اي اصابات حشريه او عندهم يرقات جعل، بتبقى طبعا الجعل على عمق معين من الشجيره، ما بتبقاش غالبا، ما بتبقاش فوق، يعني بتبقى تحت علشان تحافظ على دورة حياتها وتبيض ويفقس عندك بقى اعداد جديده او كلام من ده. الناس دلوقتي بتحقن مبيدات بره كتير، وده طبعا هيخسرهم كتير جدا. دي الحاجات اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها النهارده بس.